بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ طبعا النهاردة عاملة مسقعة بإذن الله. حبة مسقعة كده عاملاها بقى، أحط بالبصل والثوم. بصوا إن شاء الله كده يسهل كده. طبعا بالنسبة أنا البتنجان هنا مجهزاه. طبعا ده اختيار، يعني أنا مقشراهم ودي طبعا عجبتني كده، أكلت منها حتة. طبعا اهو قدامكم كده هنعمل البطاطس والبتنجان والفلفل، وهنعمل كده مسقعة مع بعض كده يا حبيب قلبي. معلش بقى، هي ايه، مسقعة المصرية المعروف عنها يعني. ومع بعض كده أول بأول حبايب قلبي هنسمي الله. معلش عشان الدوشة، بس مش عاوزة ايه التكاتك والدنيا. أنا مصورة بالنهار النهاردة اهو، اشتغلت بقى التكاتك. معلش حبايبي، بعد ما اخلصهم تقطيع ابقى معاكم. فرصة مفيش دوشة يا جماعة، هقطع معاكم بقى البتنجانة دي كده. معلش وحشتوني والله يا حبايب قلبي. مش عايزاكم تزعلوا مني، انا كنت مسافرة الصعيد، وطبعا ما ينفعش يعني هناك التصوير، ما كانش هينفع اصور. انا كنت هناك يعني بقالي بتاع 15 يوم كده. بس كده هنعمل كده حبة ملح ونسيبهم ايه. بسم الله. بس كده عشان ايه، هنعمل الصلصة عشان مش عايزين يبقوا ايه. ونسيبهم كده شوية يا حبايبي عشان القلية. معلش أنا بصراحة محروقة منكم، مش عارفة أقول لكم أودي وشي فين يا رب، مش عارفة أقول لكم إيه. يعني كل ما أعمل فيديو بالنهار على ده الحال. معلش من هنا وراك إن شاء الله هصور بالليل كده على طول عشان ميبقاش في دوشة ولا زحمة، وتحبوا فيديوهاتي كده وتشتركوا له. أنا عارفة طبعا إن إيه، ان دوشة طبعا، وما حدش طبعا اكيد كل اللي بيشوف الفيديو بيسرع او ما بيبصش. فمن الدوشة اللي كده هنسيبهم كده شوية لحد ما ايه يمتصوا المية اللي هم فيها. تمام. وهنمسك كام البطاطس كده وهنقطعها برضو، نحط عليها نقطة خل ونحط عليها حبة ملح ونسيبها شوية برضو. وبس يا حبايب قلبي، ويلا بينا كده هنحط الطاسة بتاعتنا على النار ونعمل الصلصة جنب منها وخلاص على كده. طبعا يا حبايب قلبي انا كده، معلش انا حطيت البتنجان الاول. وهنا حاطه البصله جنب مني علشان ايه، عشان يبقى كله جاهز مع بعض ان شاء الله. اللهم صل كبير. طبعا يا جماعه خلاص قربنا ايه اي شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط هنا جنب بعضه بطاطس والبتنجان. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. طبعا يا جماعه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص يعني، لأن حاجة بسيطة كده وخلاص. ما علينا. أيوه
بس البطاطس دي جميلة بصراحة، حلوة يعني. يلا بينا كده ماشي يا جماعة. بس حبايب قلبي وكده نكون خلصنا المسقعة المصرية. معلش كل ما اجي افتح الفيديو طبعا انا هنا حطيت مع الصلصة ومخلية برضه البطاطس تتهوس ايه كده نكون خلصنا المسقعة بتاعتنا كمان. ونحط هنا عشان تاخد غلوة كده معانا. نحط برضه البطاطس بسم الله. كده ايه نكون خلصنا المسقعة بتاعتنا. أحلى مسقعة مصرية، أحلى مسقعة والله. حبة بتنجان كده وبطاطس يستاهلوا بقى. بطاطس كده مقرمشة حلوة. بس كده نكمل ايه عشان تبقى ايه طعمها يا جماعة. ايه رأيكم يا حبايبي؟ بس كده علشان ايه وبكده نكون خلصنا يا حبايبي. وتفضلوا معانا يا حبايبي على الأكلة الحلوة المصرية دي، يعني حلوة جميلة اهي. بصوا بسم الله ما شاء الله. البطاطس مقرمشة، المسقعة بصراحة حبة مسقعة يستاهلوا بقكم. اتفضلوا معانا يا حبايبي، وحفظ الله ورعاية الله، ومع ألف ألف سلامة. وأنا آسفة على جميع الأصوات اللي طلعت في الفيديو، معلش يا حبايب قلبي. في حفظ الله ورعاية الله، وكل سنة وانتم طيبة، يجعلها سنة حلوة وكلها رزق وخير ليكم ولينا ولأمة محمد أجمعين يا رب العالمين. وفي حفظ الله يا حبايبي ورعاية الله، ومع ألف ألف سلامة. أتمنى تعجبكم الطريقة بتاعت المسقعة دي اللي أنا عملتها يا حبايبي. وفي حفظ الله ورعاية الله، ومع ألف ألف سلامة. ومع ألف سلامة يا حبايب قلبي، وفي حفظ الله ورعاية الله.